بجد لا غنى عنها في اي وقت، تنفع معاكي في كل الاوقات. المنين بالملبن او القراقيش بالملبن تنفع معاكي في فطار، في عشاء، في اي وقت، مع كوباية شاي باللبن. بأسهل وأسرع طريقة هتعمليها، والطعم حلو جدا. مفيش أحلى منها كده لما تسقيها في كوباية شاي باللبن بالليل لو جعانين شوية، أو بالنهار، أو لو بتشتغلي وخدتيها معاكي في الشغل. تعالي كده يلا بسرعة تصلي بينا على النبي، وقولك نورتوني في مطبخ روشة اللي أول مرة يتابعني. وتعالي يلا كده أقولك على المكونات والطريقة اللي هنعمل بيها أحلى منين بالملبن. أنا هشتغل بكيلو من الدقيق، يبقى هقولك مكونات كيلو دقيق. معايا كوبايتين من المادة الدهنية، كوباية ونص أنا مستخدمة سمن بلدي، وكوباية زيت نباتي، ونص كوباية زيت نباتي. يبقى كوبايتين من المادة الدهنية، كوباية ونص سمن بلدي، ونص كوباية زيت. تقدري تستخدمي المادة الدهنية اللي انت حباها، بس انا بقولك على اللي تديكي طعم مميز. وحطيت 3 معالق من السكر كبار، ومعلقتين من اللبن البودر، كيس من الخميرة، ومعلقة من البيكنج باودر زي ما انت شايفه معايا كده، معلقه من السمسم، معلقه من الشمر واليانسون. ولو انت ما بتحبيش طعم الشمر واليانسون تقدري تستغني عنها. وهبتدي كده اقلب المواد الجافه مع بعضها. هنزل بقى بكوبايه من السمن البلدي، ونص كوبايه برضو، يبقى كوبايه ونص من السمن البلدي، ونص كوبايه من الزيت، واخلطهم مع بعض. يبقى كوبايتين ماده دهنيه. استخدمي نوع الماده الدهنيه اللي انت تحبيه. وهبتدي كده زي ما بيقولوا ابسها، وادخل المكونات الجافه مع السمن البلدي بتاعي والزيت. وبعدين هنزل بكوبايه من اللبن، وابتدي اعجنها كويس جدا. لو حسيتي بقى ان هي محتاجه سوائل تاني، هحط نص كوبايه من الميه الدافيه كمان علشان تطري العجين. وبقولك هنا ان ده الملبن بتاعي اللي هستخدمه، هعجنه بالسمن برضو. نزلت كده بنص كوبايه الميه الدافيه، وهبتدي اعجنها كويس لحد لما تتلم كويس جدا معايا. من اسهل الوصفات اللي ما بتاخدش معاكي وقت، وتحسي ان انت مليتي البيت خير. زي ما بيقولوا كده، البيت اللي من غير دقيق ومن غير عجن تحسي ان حاله بيضيق زي ما بيقولوا. وفعلا حقيقه كده كنت عجنتها كويس جدا. يبقى احتاجت سوائل معايا كوبايه اللبن، ونص كوبايه الميه الدافيه، وكوبايتين من الماده الدهنيه، 3 معالق من السكر، معلقتين من اللبن البودر، معلقه من السمسم، معلقه من الشمر واليانسون، و معلقه من البيكنج باودر، ورشه الملح. كده كنت عجنت الملبن بتاعي بقطعه من السمن، والعجين بتاعي ارتاح كويس. وهبتدي بقى كده اخد قطعه قطعه، وابتدي افردها زي ما انت شايفه معايا، وافرد الملبن عليها اللي انا فردته بالسمن، وابتدي اقفلها زي ما انت شايفه معايا. واعملها زي رول وافردها، وابتدي بقى اجيب سكينه واقطعها على قد ما انت بتحبي حجم المنين بتاعك او القراقيش بتاعتك. انا ما بحبش حجمها يبقى كبير، لان كمان انا مراعيه ان هي لسه هتخمر تاني، فممكن الحجم بتاعها يتضاعف. مره تاني برضو ابتدي احط الملبن، واحط كميه ملبن كويس عشان بتديها طعم حلو بعد التسويه زي ما انت شايفه معايا. تهيألي كده الفيديو موضح ازاي انا بفردها وبحط جواها الملبن، وابتدي اقطعها بالسكينه. هعمل الكميه بتاعتي وهسيبها لما تخمر كمان مره. كده كنت خلصت الكميه، ده كيلو. هسيبها تخمر
كده كانت خمرت معايا تاني. جبت لبن وحطيت عليه سكر وهبتدي ادهن الوش عشان يحمر، واحط على جزء من المنين بتاعي سمسم من فوق، وجزء هسيبه ساده للي بيحب وش سمسم واللي بيحب وش ساده. على درجه حراره 200 هتاخد معاكي حوالي تلت ساعه فرن سخن، وهتلاقيها اتحمرت من تحت ومن فوق كمان بدون ما تستخدمي شوايه. ما لقيتهاش اتحمرت من فوق، هتشغلي الشوايه لما تتاكدي ان هي اتحمرت من تحت، وتبداي تشغلي الشوايه ثواني هتلاقيها احمرت معاكي. ما شاء الله. اول ما دخلتها طبعا الفرن السخن هتلاقيها بتزيد وبيتضاعف حجمها. يا دوبك خدت تلت ساعه وطلعت بالجمال والحلاوه اللي انت شايفاها دي، مستويه متحمره من فوق ومن تحت، وكان طعمها خيال. يا دوبك برشها كده برشه من الميه وبغطيها علشان تطرى شويه، وبتطلع بالجمال والحلاوه اللي انت شايفاها دي. وكمان المقادير والمكونات اللي احنا حطينا فيها بتديكي طعم حلو جدا ليها. المنين بالملبن او القراقيش بالملبن امشي بنفس الخطوات وجربيها بنفس الطريقه، هتطلعيها حلو جدا، هتنفع معاكي في كل الاوقات. المنين بالملبن من مطبخ روشا. كانت معاكي رشا سعد. لايك وشير